عمرك عملت حاجة غلط وبعدين قلت لنفسك ما هو كله بيعمل كده عادي؟ اهي دي المصيبة الحقيقية، مش الذنب نفسه، لا انك اتعودت عليه. المشكلة مش انك تغلط، البني ادم بيغلط، انما الكارثة لما قلبك يبطل يحس انك غلطت. الذنب اللي بنسميه عادي ده هو اكتر حاجة بتسرق منك النور وانت مش واخد بالك. تلاقي قلبك تقيل، دعوتك مش طالعة، صلاتك ملخبطة، ومش عارف ليه، مع ان السبب بسيط جدا. ذنب صغير بس مستمر، نظرة، كلمة، أغنية، علاقة، عادة، حاجة أنت عارف إنها غلط، بس علشان بقت جزء من يومك سميتها عادي. بس هو عند ربنا مش عادي خالص. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. يعني الذنوب الصغيرة لما تتجمع بتدمر الإنسان. وخد بالك، إحساس الذنب نعمة مش حاجة تخوف. ربنا بيقولك لسه فيك خير، لسه قلبك صاحي. مجرد إنك تتضايق وتقول أنا مش عايز أرجع للغلط ده تاني، ده لوحده خطوة كبيرة عند ربنا. فلو عندك ذنب بقالك سنين بتقول عليه عادي هبطل بعدين، اسمعني كويس. العادي عندك ممكن يكون سبب بعدك عن ربنا. ارجع خطوة، قول يا رب قوينا ابعد عنه. ولو بعدت يوم وقعت يوم ما تزهقش، ربنا بيشوف محاولاتك. افتكر الذنب اللي بتستصغره ممكن يكون هو اللي موقف كل الخير عنك، والذنب اللي تتوب منه ممكن يفتح لك باب ما كنتش تحلم بيه. وما تنساش تصلي على النبي. سلام.